بتبدأ الحلقة بالأخبار اللي بتوضح إن الشرطة بتحاول تسيطر على الوضع وعلى الأشخاص المتحجرين ومش لاقيين وسيلة، وبتكون مارينيت بتتفرج على الأخبار وهي حزينة وبتجهز عشان تروح المدرسة، وأدريان بيهرب من البيت عشان يروح هو كمان المدرسة، وفلاك بيقول له أنت غريب جدا، هو في حد بيهرب من البيت عشان يروح المدرسة؟ بيرد أدريان وبيقول له إنه محتاج يكون صداقات ومحتاج يروح المدرسة، وبيوصل فعلا وكل اصحابه بيجروا عليه وبيرحبوا بيه. ومارينيت بتقابل إيليا صاحبتها وبيتكلموا على الدعسوقة، وإيليا بتقول لها ان انا واثقه ان الدعسوقه دي هتقدر تحمي المدينه وهتقضي على الاشخاص المتحجرين. وايدن زمايله كلهم متجمعين حواليه وعمالين يسالوه هو انت مش فاكر ايه اللي حصل ولا فاكر اي حاجه من اللي حصلت؟ بس هو بيقول لهم لا انا فعلا مش فاكر. لكن كلوي بتيجي وبتقول له انت اصلا وحش ومش هتتغير، فبيغضب وبيسيبهم وبيمشي. لكن هوكموس بيستغل غضبه وبيأمر الأكومة انها تروح له، لكن مارينيت بتلحقه وبتقعد معاه وبتهديه. وبتقابل إيليا وبتسألها انت مش عايزة تكوني بطلة خارقة؟ قالت لها طبعا انا بحلم اني اكون بطلة خارقة واحمي المدينة واهزم الوحوش كلهم. فمارينيت بتحط علبة حلقة دعسوقة في شنطتها. وفي الفصل كلوي بتجهز مقلب في مارينيت وبتحط لها البانة في مكانها، لكن ادريان بيرفض اللي بتعمله ده وبيقوم عشان يشيلها. لكن مارينيت بتدخل وبتشوفه وبتفتكر ان هو اللي كان بيعمل لها المقلب وبتتخانق معاه. وبتعرف من إيليا ان ادريان عارض ازياء وابن جبريال اشهر مصمم ازياء في العالم. ونينو بيقول لادريان ليه ما قلتش لمارينيت ان كلوي هي اللي حطت المقلب وانك انت كنت عايز تشيله؟ لكن ادريان رد عليه وقال له ان مش من طبعي اني افتن على حد، وخاصه ان كلوي هي صاحبتي من الطفوله. فبيتصاحبوا على بعض. وايدن بيغني لحبيبته ميلان لكنها بترفض تسمعه وبتسيبه وبتمشي، فبيتملك منه الغضب جدا مره تانية. والمره دي هوكموس بعت له الأكومة عشان تسيطر عليه، وبيتحول ايدن لوحش حجري وهوكموس بيسميه ستون هارت. وبيدخل الفصل وبياخد كلوي عشان اتريقت عليه، وبياخد ميلان حبيبته وبيخرج على المدينه. وإيليا بتجري عشان تغطي الحدث، ومارينيت بتقول لها استني رايحه فين؟ قالت لها انا هروح عشان اغطي الحدث. قالت لها طب استني خدي شنطتك، وبتجري وراها عشان تديها شنطتها عشان تخليها هي الدعسوقه. وبيتحول القط الاسود عشان ينقذ الموقف. لكن لما بيجي يوقف ستون هارت بيلاقي فيه جيش من الوحوش المتحركه اتجمعت عليه، وواحد منهم بيرمي عربيه على إيليا وبتتحبس وراها، والتاني بيكتف القط الاسود وبياخده معاه وبيمشي. ومارينيت بتكون واقفه مصدومه ومش عارفه تعمل ايه، فبتقرر انها تتحول للدعسوقه وبتنقذ إيليا وبتخرجها من تحت العربيه، وبتجري عشان تنقذ القط الاسود وبترمي له العصايه بتاعته وبتسحبه بسرعه وبيطيروا سوا. وقال لها ازاي هنقدر عليهم؟ قالت له لازم نبدا بستون هارت عشان هو اول واحد اتحول. وبنروح لستون هارت اللي بيأمره حاكم المدينه انه يسيب بنته كلوي، وهو قال له حاضر وراح حادفها له، لكن بتنقذها الدعسوقه قبل ما تقع على الارض. والشرطه كانت هتهجم على ستون هارت لكن الدعسوقه بتوقفهم وقالت لهم انتوا كده هتزودوا قوته، انا عندي خطه. والقط الاسود بيأكد على كلامها وقال لها هنقدر عليه مع بعض. وبيقع ستون هارت وبيطلع منه فراشات بتكون وش هوكموس، وبيوصل لهم رساله انه مش هيبطل التدمير في البلد لحد ما يحصل على الدعسوقه والقط الاسود. لكن الدعسوقه قالت له انها هتقدر تدمره وتقضي عليه ايا كان مكانه. وبتنطلق الدعسوقه وبتقضي على الوجه المتكلم، وبتقول للناس ان هي والقط الاسود هيقضوا على الشر ايا كان هو ايه. وبيغضب هوكموس اكتر وبيؤمر ستون هارت انه يقضي عليها، وفعلا بيقوم وبياخد ميلان معاه وبيؤمر الوحوش الحجريه انها تيجي معاه، وبيطلعوا على البرج وبتطلع الدعسوقه والقط الاسود وراهم. وبتستخدم تعويذه الحظ، والتعويذه بتنزل لها باراشوت بس مش عارفه هي هتعمل بيه ايه، فبتطلع ترمي اليويو على ايد ستون هارت وبتخليه يقرب ميلان منه، فبيبوسها فبيسيبها من ايده هي والأكومة. وبينط القط الاسود وبيحدف الأكومة للدعسوقه وبتدمرها، لكنها بتيجي عشان تحبس الفراشه بتلاقي ايدن وميلان بيقعوا من فوق البرج، فبترمي نفسها ورا ميلان وبتقول للقط الاسود يمسك ايدن، وفعلا بيقدروا ينقذوهم. وبتمسك الأكومة وبتزيل منها الشر، وبيرجع كل الوحوش الحجريه لاشخاص طبيعيين تاني. بيغضب هوكموس جدا وبيتوعد لها انه هينشر الشر في كل مكان لحد ما يحصل عليها هي والقط الاسود عشان يحقق حلمه السري. وهنعرف بعد كده ايه هو حلمه السري ده في الحلقات اللي جايه. وبتقول الدعسوقه لايدن انه يعترف بحبه لميلان، وفعلا بيعترف بحبه ليها وبيحضنوا بعض. والقط الاسود بدا يحب الدعسوقه. وبنشوف ابو ادريان اللي بيبهدله عشان راح المدرسه وكسر كلامه، وبيقول له تقدر تروح المدرسه بس مع الحراس بتوعي وهيكونوا معاك على طول. وبيشكره جدا وبيشكر ناتالي المساعده بتاعت باباه، وبيدخل المدرسه وهو مبسوط. وبنلاقي مارينيت وإيليا اللي رجعوا يقعدوا مكانهم تاني، وكلوي بتيجي تقول لهم انتوا قاعدين في المكان الغلط. لكن مارينيت قالت لها انت اللي غلطتي من الاول وانا مش هستحمل غلاستك دي تاني، لا انا ولا اي حد تاني، وبعيدي عننا احسن. والفصل كله بيضحك عليها. وبيخلص اليوم وبتطلع مارينيت عشان تروح، وادريان بيخرج وراها وبيقول لها انا كنت بشيل اللبانه من مكاني واني ما روحتش مدرسه قبل كده وكل حاجه هنا جديده عليا. وبيديها الشمسيه بتاعته لكنها بتتقفل عليها، وبيضحكوا سوا وبيودعها وبيمشوا. ومارينيت بتعجب بادريان وبتنتهي الحلقه. دمتم طيبين يا احلى الحلوين، وما تنسوناش في اللايك والشير، وانتظرونا في الحلقات الجايه. سلام.